في أنثى وجودها في حياة الراجل مش عادي، مش لأنها الأجمل ولا لأنها بتعرف تقول كلام حلو، لكن لأنها بتوصله في مكان محدش قدر يوصله قبلها، تسكن في قلبه من غير ما تحاول وتغيره من غير ما تطلب. الست دي مش بتمشي ورا الكلام الكبير، هي بتعيش الحب بتفاصيل صغيرة. أول حاجة، الاهتمام. الراجل محتاج دايما يحس إن في حد واخد باله منه، اللي تلاحظ تغيره، اللي تسأله بصوت هادي مالك وهي فعلا عايزة تعرف. الاهتمام بالنسبة له مش تكرار، هو أمان. اللي تهتم بيه من غير ما تلحقه بتخليه يشتاق له حتى وهو معاها. الراجل بيقع في حب اللي تخاف عليه بصمت، مش اللي تزن عليه بكلام. تاني حاجة، التقدير. الراجل ممكن يعيش من غير مديح، بس ما يقدرش يعيش من غير تقدير. اللي تشوف مجهوده حتى لو بسيط، اللي تقول ربنا يخليك وهي حاسة بالكلمة، اللي تشجعه من غير ما تقلل من نفسه. الراجل لما يحس إن تعبه بيتقدر بيحب أكتر ويدي أكتر. التقدير بالنسبة له مش كلمة، ده وقود الحياة. تالت حاجة، الكلمة الحلوة. الراجل مهما كان قوي بيحتاج يسمع كلمة تريحه، اللي تقولها بنغمة هادية مش بتصنع، اللي تمدحه بصدق من غير مبالغة. الكلمة الحلوة عنده مش بس بتهديه، بتخليه عايز يكون أفضل علشانها. اللي تقول عنه راجل حقيقي بتخليه يثبت لنفسه كل يوم إنه يستحقها. رابع حاجة، الحضور الأنثوي. في نوع من الستات وجودها لوحده بيهدي الدنيا. مش ضروري تكون لابسة حاجة مميزة ولا عاملة لبسها مختلفة، هي بس بتعرف تمشي بثقة هادية، تحكي بصوت فيه دفء. الراجل لما يلاقي الحضور ده بيحس إنها مكان راحته. الأنوثة الحقيقية مش استعراض، هي طاقة تطمنه وتخليه يهدى بعد تعب. خامس حاجة، الدعم. الراجل ممكن يواجه الدنيا كلها، بس لما يلاقي واحدة مؤمنة بيه ما بيخافش من حاجة. اللي تقف جنبه مش بالكلام، بالفعل. اللي لما يقع تمدله ايده من غير ما تعيره. اللي لما الدنيا تضيق تفتكره انه يقدر. الست اللي بتدعمه مش بس حبيبته، هي بيته وأمانه. الراجل بيعيش وبيكمل عشان اللحظة دي. سادس حاجة، الهدوء. الست اللي لما تتكلم صوتها فيه طمأنينة، اللي ما ترفعش صوتها حتى وهي زعلانة، اللي تعرف تسكت في الوقت الصح وتتكلم لما الكلام يكون ليه معنى. الهدوء بالنسبة له مش ضعف، ده ذكاء ووعي. الراجل بيتعلق بالسلام اللي فيها لأنه جوه دايما حرب وهي اللي بتسكتها. سابع حاجة، الاحترام. في وجوده وغيابه، اللي ما تحكيش عنه بسوء ولا تفضح مشاكله الصغيرة، اللي تحفظ صورته حتى لما تكون موجوعة. الاحترام مش سهل، بس هو اللي بيخلي العلاقة تعيش سنين. الراجل ما يحبش الست اللي تتحدى رجولته، هو يحب اللي تفهمها وتسيب له مساحته. الاحترام بالنسبة له أمان أكتر من الحب. تامن حاجة، الروح الخفيفة، اللي تضحك من قلبها، اللي تعرف تخلي الجو أخف حتى لو في مشاكل، اللي تفهم إن الجد مش هو الحل دايما. الروح الجميلة بتخليه يرجع البيت وهو مشتاق. الست اللي تعرف تضحكه هي اللي بتكسب قلبه من غير مجهود. هو بيحب الضحكة اللي فيها صدق، مش الأداء اللي فيه تمثيل. تاسع حاجة، القرب. الراجل بيحتاج القرب أكتر من الكلام، اللي تحسه، اللي تحضنه بحضورها حتى من غير لمسة. القرب عنده مش دايما جسد، هو إحساس إنك معاه، فهمه مش بتهاجمه، موجودة لما يتلخبط. اللي تكون دفى وسند هي اللي تفضل في قلبه مهما قابل غيرها. الست اللي تقرب بروحها قبل أي شيء هي دي اللي ما يقدرش يقاومها. وفي الآخر، الراجل مش بيدور على الكمال، هو بيدور على الراحة، على ست تخليه نفسه يرجع البيت مش يهرب منه، على نظرة تطمنه إنه لسه محبوب، على قلبه يفهمه من غير ما يحاسبه. يمكن الحب عند الست كلام ومشاعر، لكن عند الراجل هو إحساس بالوجود. واللي تديه الوجود ده
بتاخد منه حب عمره كله.